النادي الاهلي داخل على كاس العالم للانديه 2025 بالولايات المتحده الامريكيه مع مجموعه فيها انتر ميامي، فيها بالميراس البرازيلي، فيها نادي بورتو البرتغالي كممثل اوروبا وليس بطل انه جايب التصنيف. ومع ذلك المجموعه دي سهله وتبدو صعبه، او صعبه تبدو سهله. عارف انت حاجه كده ملخبطه، محدش فاهم الاهلي يعرف يصعد ولا ما يعرفش يصعد. المجموعه دي سهله لانها بالمقارنه بباقي المجموعات، يعني معكش سيتي، معكش ريال، معكش بايرن، معكش باريس، فانت بتتكلم في مجموعه جميله بالمقارنه بدول. لكن برضه لما تيجي تبص هو بالميراس مش سهل برضه. لما تيجي تبص الانتر ميامي اللي يعني اللي هو في الدوري الامريكي، لكن انت معاك ميسي، ده مش ده فرقه لوحده. لما تيجي تبص على فريق بورتو يا جماعه برضه مش فريق سهل. فانت يا جماعه يا سهله ولا صعبه؟ فده اللي بنتكلم فيه. لكن برضه يرجع لك في الاخر ان معاك بورتو ممثل عن اوروبا وليس بطل اوروبي خارق، انما هو جاي بسبب التصنيف. فهمتني؟ معاك كمان فريق زي بالميراس اللي سهل تتكلم معاه. معاك فريق الانتر ميامي اللي هو بسيط تعرف تتكلم معاه، لكن في برضه ميسي وفي عامل الارض وعامل الجمهور. لكن المجموعات دي كلها او الكلام ده كله متضارب جدا يخليك دماغك تشت. انت هروح واصعد والماتشات دي سهله ولا المباريات دي صعبه الى حد ما؟ وده اللي هنتكلم عنه. لكن بدايه كده لازم تفهم حاجه مهمه جدا، بمعنى انك انت رايح تلعب كاس عالم للانديه لازم يكون عندك اكتر من نقطة او اكتر او مبدأ معين هنتكلم عنه، وهو انك انت لازم تكون سابق بافكارك بخطوة عن المنافس ليك، وسابق في تحركاتك بثانية. بمعنى سابق بثانية عن المنافس بتاعك في الملعب، انك انت اللاعب الكورة بتجيله بيتعامل باسرع حاجه ممكنه. بمعنى صح، ما تجيلوش الكوره يبدا يبص ويبدا يرفع عينه يشوف هيروح فين ويبص لمين، لا، لازم يكون عامل حسابه على كل ده وعامل سكان كويس جدا قبل ما الكوره تجيله، يكون عارف هيديها لمين او هيبصيها فين. تمام. اما سابق بافكارك بخطوه، وهي هنا من ناحيه المدرب اللي المفروض عليه يكون قاري كويس المنافس جدا جدا، عارف طريقه تفكيره تحت كل ظرف، وهو كسبان وهو متعادل وهو خسران، عشان يدرس حالته هيعمل ايه وهيكون تصرفه القادم ايه في حاله ما انا كنادي اهلي اكون سبقت بهدف. المدرب ده هيتصرف ازاي؟ فاكون انا سابقه بخطوه وقافل عليه التصرف ده او رد الفعل ده، بحيث اكون انا هنا مسيطر على المباراه بكل معاني الكلمه. ده رقم واحد في اي حد عايز يلعب على بطوله ويكون فيها رقم في المعادله، يكون فيها حد او نادي او فريق يتعمل حسابه. اول فريق هيواجهه النادي الاهلي هو انتر ميامي الامريكي، وطبعا افتتاح البطوله وهيكون يوم 15/6 يوم الاحد الساعه 3 الفجر. حدث كبير عالمي، افتتاح حفله، ميسي موجود، رهبه. الكلام ده الاهلي اول مره ولاعيبه النادي الاهلي تحضر حدث زي ده وتكون هي الافتتاح، هي السبوت اللي موجود عليها كله الاضواء، الاعلام في العالم بالكامل هيشاهد وهيتابع وهيتكلم. فريق انتر ميامي هي اول مباراه بالنسبه للنادي الاهلي. الحته دي بس هتكون اعتقد صعبه شويه على لعيبه النادي الاهلي. الفريق وصل للبطوله كمستضيف وليس كبطل لكونكا كاف او اللي هو بطل امريكا الجنوبيه، اسف الشماليه. فبالتالي الفريق برضه دي حته تضعف من مستواه حبتين. فريق فيه نجوم العالم السابقين كلهم بمعدل اعمار 38 او 36 سنه، ميسي، سواريز، جوردي ألبا، بوسكيتس. بتتكلم عن لعيبه كانوا نجوم. النهارده ميسي بس هو اللي مكمل نجوميته الى حد ما زي ما هو، لكن عندك لعيبه تانية تقريبا بتبطل كوره، زي واحد زي سواريز اللي اصبحت قيمته السوقيه 2 مليون يورو. تخيل الرقم. في نفس الوقت كمان اللاعب سواريز وزنه زياده جدا في المباراه اللي شفناها الاخيره، مش قادر يجري. عندك بوسكيتس السن، لكن بوسكيتس من جوه الدايره يقدر يعمل كل شيء، واللعب الطولي لميسي وتحركاته. في نفس الوقت كمان عندك حد زي جوردي ألبا اللي وصل قيمته السوقيه حوالي 1,800,000 يورو، كل ده على ترانسفير ماركت. فانت بتتكلم عن فريق في حاجه تقدر تتكلم معاه فيها، مش هو ده اللي كان موجود قبل كده. اما بالنسبه لميسي اللي رايح اصلا الدوري الامريكي ورايح يلعب في انتر ميامي ورافض عروض اوروبيه وعروض من الدوري السعودي، قال لك عايز ابعد عن الاضواء، عايز ابعد عن الضغط الاعلامي،
رايح اعتذر، رايح استجم، مش العب كوره، العب كوره للمزاج. فبالتالي لقى الاضواء بتيجي تتسلط عليه في بطوله كاس العالم للانديه، ومطالب ان هو ياخد البطوله، او بلاش كلمه ياخد البطوله، يقدم اقصى ما عنده بعد ما الراجل كان رايح يرتاح ومش عاوز اي ضغط اعلامي او جماهيري او بطولات. فبالتالي انت بتتكلم عن لاعب رايح يلعب بطوله ما كانش عامل حسابه عليها. دي كلها كلام ممكن تقول انه بيكون في صالح النادي الاهلي حبتين. هل معنى الكلام ده ان النادي الاهلي ضمن المباراه الانتر ميامي وخلاص كسبها؟ لا طبعا. الموضوع مش بالسهوله اللي انت بتتخيلها. يعني انت كفايه انك بتلاعب ميسي، مش انتر ميامي، انساه، انت بتلاعب ميسي. يعني على الاقل خالص خالص وهو اسوأ حالاته وهو واقف وبيلعب على كرسي بعجل حرفيا، الراجل ده لو جاله فاول على حدود ال 18 شكرا خلاص يا باشا، دي ضربه جزاء، دي مش فاول. انت احنا يعني في النادي الاهلي بيتكلموا عن واحد زي وسام لو جات له حوالي 18 فبتبقى ضربه جزاء. لك ان تتخيل ان بابا الشغلانه دي كلها ليونيل ميسي على حدود ال 18 جاله فاول. يعني انت بتتكلم عن لعيب ما بيهزرش. ده غير انه عندهم كمان اليندي لاعب سيلتا فيجو السابق 25 سنه تقريبا، يعني لعيب جناح يمين قوي جدا وهجوميا يعني مش بيهزر. لكن طبعا بالنسبه للنادي الاهلي فرق السن يتفوق فيه النادي الاهلي. الجماعيه، النادي الاهلي جماعي جدا جدا يقدر يلعب معاهم، غير ان فريق انتر ميامي غير السن والكلام ده كله عنده خط دفاعي ضعيف جدا بيستقبل اهداف كتير جدا، بالرغم ان خط هجوم بيقدم مستوى قوي وبيقدم اهداف او بيسجل اهداف كبيره، غير حارس مرمى 38 سنه مستواه متذبذب جدا متواضع جدا. اما المنافس الثاني معانا في المجموعه هو فريق بالميراس البرازيلي، هنلعبه يوم الخميس 19/6 الساعه 7 مساء. دخل البطوله دي